بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لإضافة نصوص على مقاطع الفيديو في صفحة اليوتيوب على المقطع يلي بدنا نضيف عليه النص، أعلى هذا المقطع نضغط على تعديل التسميات التوضيحية، ننتظر تحميل الفيديو. يسار الصفحة راح يكون عندنا 5 خيارات للمحتويات النصية. الثلاث الأولى متشابهة في الأداء، مختلفة بالشكل، بينما الرابعة والخامسة إلها أداء خاص راح أشرح عنه كمان شوي. فلو على سبيل المثال اخترنا الفقاعة، مباشرة راح يظهر لي محتوى نصي. هذا المحتوى النصي بيجي مع مؤشر في أحكام باتجاه المؤشر. لإضافة النص إما أني بضيفه مباشرة داخل المحتوى النصي أو بضيفه داخل المربع. هلا هون بختار حجم الخط، هون بختار لون النص، وهون بختار لون الخلفية. هون بختار توقيت ظهور المحتوى النصي، وهون بختار توقيت انتهاء ظهوره. زي ما احنا شايفين هون تشكل عندنا النص، لكن بحاجة لبعض التعديلات. بسحب طرفه، بحدد اتجاه السهم، ولو بدي مثلا اغير موقع المحتوى النصي ببساطة من منتصف المحتوى النصي بس، وبقوم بوضعه بالمكان اللي انا حابب انه يظهر فيه. بعد هاي التغييرات مباشرة لازم اقوم بالحفظ وبالنشر، بدونها ما راح يظهر شيء. نفس الشيء راح يكون مع الملاحظة. زي ما احنا شايفين هون الشكل النهائي لإلها، وكمان مع العنوان. الشيء الوحيد اللي بيفرق بالعنوان انه بيجي بحجم 56، وهو عادة بيكون حجم ملائم لعرض الترجمة. هلا عشان اعاين اي محتوى نصي ببساطة بضغط على هاي الايقونة، بيظهر لي كل المحتويات النصية الموجودة عندي. واذا بدي احذف اي محتوى نصي ببساطة بقوم بالضغط على ايقونة الازالة. أما بخصوص التمييز فهي عبارة عن أداة بتقوم بالتركيز على جزئية معينة من الصورة، بنقوم باختيارها ضمن توقيت إحنا بنحطه. مثال زي ما إحنا شايفين هون بالصورة بيظهر هذا الإطار ضمن التحديد. بقدر إني أتلاعب في طول أو عرض أبعاده، مع إمكانية إضافة نص مرافق له. أما الإيقاف المؤقت فالغرض منه تجميد مقطع الفيديو لمدة 5 ثواني متتالية، لغرض مثلا الإعلان عن شيء، لفت انتباه لصورة معينة وما إلى ذلك. وعلى سبيل المثال هذا المقطع زي ما احنا شايفين طول فترة العرض يتم تجميد الصورة بشكل كلي. أهم شيء ما ننسى دائما إنه نضغط على حفظ وبعدها نشر، ونتأكد إنه تم نشر المحتوى النصي. في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات برجاء تركها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.